مش مجرد هتبقى دايت تقليدي، هيبقى دايت مفصل على الحاله المرضيه بتاعتك، الحاله الصحيه بتاعتك، النظام واللايف ستايل بتاعتك. وكمان لو بتلعب اي رياضه طبعا ده هيبقى مناسب ليك جدا. مجرد بس بنبص على جانب التغذية، كمان بنبص على جانب النفسي وجانب اللايف ستايل، وازاي نعمل تعديل سلوك مرضي او تعديل سلوك صحي للمريض عشان يعرف يلتزم اكتر على الدايت. ونبدا نشوف ايه اهم الاسباب اللي بتخليه ما يلتزمش، او حتى لو التزم يرجع تاني للعادات الخاطئه، ونبدا نشيل الحاجات دي ونعدلها بشكل تدريجي. طبعا معايا حالات كتيره جدا وجابت نتائج هايله جدا، وكانت من اكتر فيدباكس تبسطني ان النتائج تقريبا نفس النتائج في الدايت القاسي. في نفس الوقت انت ما بتحرمش نفسك من اي نوع من انواع الاكل، وما بيبقاش فيه الضغط النفسي ولا ان انت على طول تعبان ومهبط مش قادر تعمل دايت. ده غير طبعا التركيز على الجانب النفسي، وازاي بيبقى فيه كونتينوس سبورت، في دعم نفسي مستمر سواء مني او من فريق العمل بتاعي، اللي بيخلي الكلاينت عنده موتيفيشن، عنده حافز وعنده استعداد اكتر ان هو يكمل، عنده حاسس ان في ناس معاه، حاسس ان في ناس بتاخد بايده، مش مجرد بس ورقه وبنرميها وبعد كده بنوزن بعد اسبوع. لا، ده بيبقى حياه كامله، حياه صحيه كامله، مش مجرد دايت عادي. معايا شهادات من امريكا ومن انجلترا في التغذيه وفي الهيلث كوتشنج. معايا شهاده الاي اس اس اي في التغذيه الرياضيه من امريكا. معايا شهاده سكوب اوبيزيتي مانجمنت من انجلترا. معايا البورد الامريكي في التغذيه العلاجيه، تغذيه المرضى من امريكا. سيرتيفايد هيلث كوتش من ACE من امريكا. اول حاجه اشتغلت فيها كانت مرضى في مستشفيات وزاره الصحه، كان اشهرها مستشفى زي التخصصي اللي عملت فيها اول وحده تغذيه. شرفت على فتح وحدات تغذيه في مستشفيات كتيره، عملت مع حالات مرضيه كتيره جدا ومعقده جدا. بالنسبه للجيم، اشتغلت في جولدز جيم وورلد جيم وبعض الانديه المشهوره جدا، كان معايا ابطال كتير وحالات كتير وبيلعبوا في رياضات وماتشات دوليه كتير. بالنسبه للسمنه، اشتغلت مع حالات سمنه كتيره جدا. مش بس شغال بشكل عملي، لا كمان انا محاضر وبشرف على طلبه كتيره جدا بيشتغلوا على الحالات. طبعا الريفرنس بتاعهم للشغل بشكل عملي في سوق العمل ده. لو عايز تعرف اكتر وتشترك معانا وتاخد اول خطوه في تغيير حياتك، ابعت لنا دلوقتي في الرسائل الصفحه او اكتب كومنت، وفريق العمل هيكلموك عشان تبدا اول خطوه في التغيير والوصول لهدفك لحياه صحيه سليمه وجسم مثالي.